اهلا بكم مشاهدينا من جديد. الحقيقه الناس اتشغلت في الفتره الاخيره بمرض البهاء لما تقدم في قصه انسانيه في واحد من المسلسلات الدراميه. فكره تقبل المجتمع للمرض من عدمه، فكره كمان انه هل حياه الانسان بتتوقف بسبب المرض ده؟ يعني اثار المسلسل سؤال مهم جدا، فكره الارتباط بشخص عنده مرض جلدي زي البهاء. تعالوا نعرف اكتر عن هذا المرض ودور المجتمع في تقبل هذه الحالات المختلفه مع ضيفنا العزيز الاستاذ الدكتور عاصم فرج، استاذ الامراض الجلديه والتجميل. اهلا بيك يا دكتور عاصم. اهلا اهلا، ازيك يا اخبار شاد؟ حضرتك ايه يا دكتور؟ الحمد لله. كله بخير. ماتشات كوره احنا كنا قبل ما نطلع عمالين نتكلم على ليفربول بقى والتعادل والدنيا بتاع كانت امبارح. ماشيه ما تيجي كويس. نكمل كوره بقى. والله. لا الله. الناس والله اكيد بتستمتع، الكوره دي حياه يعني. اصلها كمان لو خد بالك، لو من غير كوره ومن غير اي حاجه تانية، طب مش هروح العياده. الحياه هتبقى بايخه شويتين. دمها تقيل. يا رب الناس كلها تكون في سعاده الحمد وخير لله. وصحه. النهارده يا دكتور هنتكلم على البهاء، ويمكن احنا اتكلمنا فيه قبل كده، بس النهارده عايزين ندي للناس برضو جرعه مكثفه حوالين شكل المرض او طبيعته، وازاي التعامل المجتمعي بيفرق حتى نفسيا مع المريض. هل في بوادر للعلاج دلوقتي ولا لا؟ ازاي ممكن حتى ان انا احجمه ايوه اذا صح. ظهر بشكل بسيط؟ دي صح. اسئله كلها الناس بتسالها. حاضر. هو نمره واحد، البهاء ده الخلايا الصبغيه امم. الطبيعيه في الجسم بيأتاك عليها اجسام مضاده، فما يبقاش الواحد عنده خلايا صبغيه، امم. فيفقد حته كبيره تبقى الحته البيضاء. نقطه انا بس فاكر لما حكيت لي على مايكل جاكسون في ما انا لسه هقول فتره من لحضرتك الفترات. دلوقتي حاجه اه. مهمه قوي. طبعا احنا بنشكر الفن، وان الفن بيشارك المريض، وهنتكلم كتير في المواضيع دي بعد كده. انما طبعا كنت عايزهم يتحروا الدقة سنة سنة. الفنانة جميلة عوض، اللي كان عامل لها الديكور، المكياج. ما بصش حتى في جوجل يا راجل بص. البتاع عاملها شجرة كده. هو ما عندناش الشكل ده. اه. ما ما عندناش. بيبقاش الشكل المنتظم. لا ضروري يبقى هنا قد هنا. يا والله بنسميها بايلاترال انسيمتريك. يعني ايه بايلاترال انسيمتريك؟ هنا قد هنا. اللي فكره السيمتريه. السيمتريه. اه. فهو طبعا كتر خيرهم و انما يا اخي يعني يتعب سنه علشان تبقى رياليتي، يعني تبقى زي الحقيقه. لكن السينما المصريه اخر 5 سنين طلعوا 5 6 امراض جلديه. كان اهمهم، في حد كسب السنه اللي قبل اللي فاتت، الجذام. بس شوف يا اخي عملوا ايه من ده انا فاكر الفيلم ده جدا. النصاحه بتاعتهم. جابوا واحد بقى عنده جذام وقال لك نخلص. فده كان منطقي. كان منطقي جدا. وعنده جذام. يعني مش هيقعدوا يظبطوا له ديكور ولا حاجه. نرجع بقى تاني البهاء. البهاء احنا عندنا 3 امراض يا هشام، زي ما بيقولوا. ربنا استغفر الله العظيم عاملهم عشان لما اجي لك انا ما ابقاش طالع فيها. هم دول اصعب 3 امراض. اصعب 3 امراض اهمهم البهاء. وانا حابه اشرح لهم في حاجه فيهم. البهاء، الصدفيه، الثعلبه. والثلاثه دايما واحنا اتكلم. اتكلمنا عن الثعلبه الثعلبه المره اللي والصدفيه في فاتت. الاسبوع اللي فات. التالت مرض ده اللي هو البهاء بايلاترال سيمتريكال، دي اهم حاجه فيها. ايه البهاء؟ لما حته بيضه كده تطلع في الجسم. لما الاقي هو جلده في الاصل غامق. عشان كده اخواننا في اسنا، من اول اسنا لاسوان، يخفوا اسرع من اللي هم بتوع فوق في الشمال. يعني الحمد لله بيخف. طب كويس. بياخد منين البيجمنت؟ بياخد منين الصبغه؟ سبحان الله، من الرموش، من الحواجب، من الشعر الاسود. يبقى احنا اول حاجه نشوف الشعر لسه اسود ولا لا قدر الله ابيض. ده مصدر الصبغه اللي هاخدها. هل الجلد لسه غامق ولا حواليه غامق ولا لا؟ عشان كده المشكله في اسوان تبان اكتر. خد بالك من الكلمه دي، تبان اكتر
لكن يخف اسرع. مم. الكونتراست يعني البشرة قد تكون غامقة، مم. لكن فرص الشفاء بتكون أسرع. اعلى، لان ده كونتراست، السورس. في كونتراست. السورس، المصدر بتاع الصبغه يعني. والكلمه دي مهمه جدا جدا جدا. واللي اهم من كده وكده في الصغيرين سبحان الله برضو يخف اسرع. هل ما بقاش في حاجات حديثه؟ يا لدرجة في ناس ما بتشتغلش إلا على البهاء. يعني حبيبي الله يرحمه الدكتور تاج الدين عنبر ده، صدق يعني هو قعد مدة كبيرة جدا ما يشتغلش إلا على البهاء بس. يشتغل على البهاء، وده طبعا مش ملاحق شغل كان أياميها، لأن بنته ده هتفرح دلوقتي، نهال عنبر اهي بتشتغل مكمله المشوار. انما اللي مهم جدا 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 ايرلي ديتكشن. طيب اللي هو التشخيص الاكتشاف المبكر. المبكر. اللي مهم بقى، هل كل بقعه يا دكتور عاصم بيضه في الجسم تبقى بهاء؟ لا. اوعوا. افرق ازاي؟ نفرق ازاي؟ هو للاسف الدكتور بنعمل حاجه اسمها وودز لايت. ايه الوودز لايت ده؟ نوع من انواع الاضاءه، اضاءه كده، عدسه اضاءه، ونحطها. لو احنا شفنا اكتر بقت اوضح يبقى ده بهاء. بنسميها اكسنتويشن. اكسنتويشن يعني اللون بقى اوضح، يبقى دي على طول. عشان بس كده دي ما ينفعش عين مجرده بقى، لازم لا اجهزه. ولا لنا. ما انا بسأل على يعني الطبيب ما يعني. ليه؟ لان عندنا حاجه اسمها وحمه. وحمه بيضه بتلاقي الطفل مولود بيها. وحمه بيضة. الناس من كتر الفيلم، وكان فيه مغني قبل كده ان شاء الله ربنا يشفيه كان طلعت له في مصر. وطبعا مايكل جاكسون نفسه لما جات له، بس عمل ايه بقى؟ ضروري نقول هو مايكل جاكسون ده عمل ايه. هي انتشرت عنده بشكل كبير جدا، فحاول فشال يصبغ الخلايا اللي هي الطبيعيه باللون الجديد. لا، شال الباقي. شال اللون التاني يا شال القديم اللي هو لونه. ايوه، شال لونه عشان يبقى كله ميه واحده. ديت امتى من حقي انا كطبيب اعملها؟ نمرة واحد، مش من حقي خالص. يعني مش مصرح بيها الا لما يكون 75% من مساحة الجلد كلها بهاء. اتبقى كام؟ 25%. لما تبقى دي ممكن بقى اشيلها، انما لها مشاكل. تخيل سبحان الله يا ربي، البهاء يعني زي ده، هو ده مايكل جاكسون فعلا. لما شال اللون البني خالص، وهو بقى فنان. يعني ايه فنان؟ يعني مش فنان عادي، ده كمان كان من اشهر الناس في العالم. ده هو نمرة واحد. من حقه يعمل حاجات كتيرة كده في نفسه يعني. عايز يبيض لان هو كان كاره لونه يعني الله يرحمه. هو اصلا كان من اصحاب البشره الغامقه السمراء. بس دلوقتي اهو بقت نائب رئيس امريكا ذو البشره ديت. فالناس بقى هتبتدي تلون البشره بتاعتها. المهم جدا في الموضوع ده يا شاب ان ايه الجديد كمان بقت فيه. طب فكره التلوين دي يا دكتور، حضرتك قلت سبحان الله ليها مدار مشكله. مش التلوين، ان انا اشيل اللون. البهاء ليس فيه سرطان اكتر، استعداد لسرطان الجلد لا. سبحان الله. هو بس احنا بنتكلم في شكل. شكل. انما الصحه الحمد لله كويسه. فانا لما الحته اللي بتاعه البهاء ما فيهاش استعداد لسرطان الجلد اكتر، ما فيهاش استعداد. تخيل بقى لما اجي انا يشيل الحته الثانيه، وده اللي حصل لمايكل جاكسون. شال حته صغيره من جلده الطبيعي، لونه الطبيعي بقى خلاه ابيض. الحته دي كل شويه يجي له فيها سرطان جلد. كانت البدايه. يعني كل شويه يجي له فيها سرطان جلد. يعني هي يعني فلسفه كده غريبه جدا. يعني هو بالمرض ده ما بيجيلوش سرطان يعني جلد هو ده لون بس. تغيير في خلق الله يعني سبحانه وتعالى. ولا ايه الجديد دلوقتي؟ ان نزلت ميك اب
يغطي وكانت برضو الفنانه عاملاه وبتنزل بيه ودي ده في كتير يا الانجاز. دكتور بيداروا اي مشكله جلديه بالميك اب، ما هو الميك اب سواء ده كانوا رجال او سيدات، كان، بيلجأ احيانا لده. ده مش دلوقتي هو النيو ترند. تقول لك بس ايه، خليني اعرف انزل مع اصحابي، ما حدش يقعد يقول لي ايه ده ومش قد ايه. العيال غلسه، العيال اللي اصحاب، والله ما بهزر. تنمر. يعني انت سايب كل حاجه، ايه ده، ايه اللي عندك ده، انت مالك؟ خليك في حالك. خليك في حالك فعلا. يعني اللي هي الوحمات البقعه البيضاء ديت بقت يعني نازله مصر هي قريب او نزلت فيها ميك اب بتبقى تتعمل فيها وتقعد. الميزه فيها بقى ايه؟ 48 ساعه من غير ما تتشال. حتى لو انت غسلت وشك او تفضل عشان يخلوها ثابته. بس مش معنى كده يا دكتور ان انا اصهين عن العلاج. لا، الجزئيه دي ده عايز بيعملها لك. اكلم حضرتك فيها بس بعد ما نطلع لفاصل. حاضر يا لان شباب. هي مهمه جدا، ان زيادة انا عن بداري اللزوم. المشكله والموضوع خلص على كده. لا، انا عايز اعالج عشان ما يكونش عندي اي مشكله حتى على المستوى النفسي. نعرف التفاصيل بعد الفاصل ان شاء الله. رجعنا ليكم مرة تانية مشاهدينا، ولسه ما زال منورنا الأستاذ الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، وبنتكلم على البهاء. لو عندكم أي أسئلة إحنا أكيد في انتظارها عشان نجاوب على كل تساؤلاتكم، لأن المواضيع دي الحقيقة بتثير كتير من الأسئلة بالنسبة للناس. وقبل الفاصل كنا بنتكلم على فكرة بعض الناس بتستخدم الميك اب عشان تداري أي مشكلة ممكن تكون طارئة في الجلد، وقلنا ده لا يمنع أبدا إن إحنا نمشي في طريق العلاج. دي اسمها كاموفلاج. والكاموفلاج ده برضو اخواننا في الفنون الجميله اعتقد دي بيقعدوا يدرسوه سنه بحالها. يعني الكاموفلاج ده من اهم الحاجات اللي بتبقى ضروري متقنينها. الجماعه بتوع الديكور والكاموفلاج ده شغلته انه بيخبي. يبقى الكاموفلاج ده ايجاد نفس لون الجلد ده مهم. يعني ضروري يبقى بني فاتح، وبيبقى بحاجات كتيره خالص لغايه ما يعرف يجيب اللون الصح. يعني على رايك، بس ده ما يمنعوش انه يكمل علاج. لا، انا لازم طبعا اشوف المشكله فاحنا وعلاج. عندنا اكزايمر. الليزر اكزايمر ده من الحاجات المهمه قوي 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 بنعالجها. ومن الصبح بنحط كورتيزون على خفيف، وبالليل تاكروليماس او التي سي اي دي بنسميها بالليل، علشان الدنيا تتحسن خالص ويبتدي ياخد لون. منين هياخده؟ من اللي على جنبه، من في البوردر الحدود بتاعه البطشه البيضه، هي دي المصدر بتاع اللون. ينفع ان انا احجم البطشه او البقعه دي يا دكتور؟ ينفع ان انا اسيطر عليها؟ هو كلمه اسيطر عليها دي شوف، ابتديت اشك ان انت مخلص طب بس قاعد معايا كده يعني. مسيطر عليها دي كلمه علميه. اللي هي بندي كورتيزون امتى؟ لما يقول لك اكتف. يعني لما البطشه دي اكتف يعني بتمتد وبتكبر، فضروري اوقف الانتشار. كلمه السيطره دي ضروري اديها ايه؟ نديها بالظبط. دي حاجه مهمه قوي. شوف، نمره واحد اهي عشان الفنانين او الراجل بتاع الديكور اللي كان في الفيلم تمثيليه هنا قد هنا، يبقى بايلاترال وسيمتريكال مش شجره. النقطه الثانيه اللي مهمه قوي انها ده ابتدت تنقط بني جوه الحته هنا. يعني ده بيقول ان في تحسن. ده نقطت. طيب، في 3 انواع تحسن. ندعت. عارف انت النكته اللي يقول لك لما نلاقي الزمالك ماليش دعوه يعني لما ابتدت تدخل في جون قلنا هوبا. الزمالك والاهلي الاثنين عشان عندنا ناس هنا حلوه وناس هنا حلوه. ابتدت تنقط. هي نفس الحكايه هنا، ابتدت تنقط. لكن خد بالك الراجل ده بيتحسن ازاي. نمره واحد لقيناها ابتدت تنقط بني. منين؟ ده من الفوليكل بتاعت الشعر، من اللي هي الشعر. نمرة 2 و3 و4 في بطشة تانية تيجي من الجنب من كده تبتدي
استغماء. مم. هي دي. خد بالك ده عمل ايه؟ ابتدت تنقط يا شاب، يعني ابتدت تنقط في النص نفس لون الجسم. مم. ناقص تالت نوع من التحسن اللي هو انا في رايي اوحشهم، اللي هي تاخد لون للبطشه كلها، لون فاتح، يعني اللي هي تلاقيها الصورة اللي على الشمال. اللي هي ديفيوز. الراجل اكتر ناس على فكره اشتغلت في الموضوع ده بعد مصر. طبعا وده منظر بايلاتر. استاذنا الله يرحمه الاستاذ الدكتور المفتي عبد المنعم المفتي، يعني قمه من قمم الامراض الجلديه الله يرحمه. طبعا واستاذنا ابنه مكمل المشوار الدكتور مدحت المفتي. وعندنا جمعيه هنا في مصر للبهاء. انما اللي عايز اقوله لحضرتك ان عبد المنعم مفتي هو اللي اكتشف من نبات الخله الشيطاني و وشوف هنا ده هنا زي هنا يعني هل دي يا دكتور بدأت تتعافى ولا ده مرحلة مبدئية؟ الصورة دي مالها ابتدت بص بص كمان على البوردر، بص على الحروف يا هشام، تلاقيها ابتدت تغمق، يعني ابتدت تغمق وجوه ابتدت تنقط. هي ما كانتش ما كده انا بقول خالص. لحضرتك دي بتتعافى. دي ابتدت تتعافى. بس حضرتك قلت لي ان يعني العلاج هو بيطول شويه، طبعا سنتين 3 على سنتين الاقل وكده. فمنع اللي انت قلته لي كلمه ما شاء الله، اللي هي بيحط الميك اب ده. مش معنى كده ان يوقف علاج خالص، انما ده بيكمل العلاج بالميك اب ده. معلش بتبقى في ساعات الاطفال غلسه مع بعض في الفصل. ايه يا محمود اللي عندك ده؟ ايه يا مش عارف ايه اللي عندك ده؟ فالواد يبتدي ما يروحش المدرسه. فالهاندلنج بتاع النفساني بتاع المواضيع ده، هل ده الاثر النفسي ده ممكن يزود المرض يا دكتور؟ جدا يزوده جدا. بقول لك انا. طب يا ريت بس الناس نحافظ على كلامنا يا جماعه ارجوكم. صح. لان الكلمه ممكن بتودي شخص في منطقه تانية، وحط نفسك مكانه. ده اللي احنا دايما بنتكلم فيه. لان فكره التنمر او الاستظراف والاستخفاف لا والتنكيت على حد مريض، يا سلام، بلاشها. دي والله لو وبلاشها في كل الاحوال. يعني انا لو هي دي بس اللي هقولها النهارده يبقى التنمر يا جماعه ولا ليها معنى خالص. احنا نديهم موديل لناس نجحوا وهم عندهم كده. من مشاهير الكتاب في مصر عنده بوتشا، من مشاهير الكتاب في مصر اللي بيعمل مسلسلات وكده. انا شايفها. يعني انا بس عايز. يا دكتور هي دي بتصيب البشره بس ولا الشعر؟ الشعر كمان. يعني انا بفتكر برضو نموذج الاستاذ صلاح قبيل الله يرحمه. هي لا دي ما كانتش بهاء، دي حاجه اسمها بيرلوك ديت. حتى زوزو ماضي كانت عندها بالظبط. صلاح قبيل وزوزو ماضي. طبعا انا بيبقى تركيزي لما بقعد اتفرج على الناس اللي عندهم اي حاجه جلديه. يعني مركز في كده. طبيعي. فهو ديت البيرلوك دي بتبقى حاجه زي التفريعه كده. زوزو ماضي غير عندها قابله للصباغه تماما. لا دي تفضل يعني كده. لا هتفضل كده. حتى لو سبخها الله يرحمه صلاح قبيل هتاخد مش نفس لون الشعر، هتبقى لونها مفسوخ شويه. مفسوخ شويه. فاحلى يسيبوها كده. لكن مش بهاء. ده مش دي حاجه بهاء. ودي حاجه. مش بهاء. طب معانا يا دكتور عاصم بعض الاسئله كده كانت موجوده على الصفحه بتاعنا على السوشيال ميديا. في حد بيقول يا دكتور انا بشرتي فيها كلف واستخدمت كل الكريمات ومفيش فايده. ايه الحل؟ لا الكلف مرض. هنشيل كلمه انه مرض. ايه الجديد؟ الكلف ده طول عمره. يعني هيقعد تاخد العلاج، غالبا تاخد العلاج بحاجات تفتيحات. عندنا من اول الهيدروكينون، الاربوتين، حاجات كتيره جدا. لكن ما توقفش. يا سلام. يعني ايه ما توقفش؟ ما توقفش العلاج. فهتبتدي في بقى حاجه زياده عن اللزوم مهمه، ان البهاء اللي عنده بهاء بنسميه برون تو، يعني عنده استعداد كمان للبهاء. حتى لو خف يا هشام، لو خف ارجوه ما يفتحش حاجه في جسمه. هعيدها تاني. ما يجيش عنده كلف مثلا. كلف وهو عنده بهاء في حته تانية، ما نفتحوش لحسن الحته دي تقلب بهاء.
طب دي نقطة مهمة، ويمكن السؤال برضو جاي في محله، وإن إحنا برضو قلنا الناس معلومة مفيدة. جدا. في حد تاني بيقول إن بنتها عندها بهاق في حواجبها، فهي بتقول تعمل إيه؟ نفس الحكايه، اللي هو في حواجبها قصدها في الشعر. مم. هتبتدي تتعالج معاه لغايه بس الحواجب سهله. ليه الحواجب سهله حضرتك؟ لان دي كلها مم. بدون استثناء هتبتدي في وسائل كتيره جدا في السوق لان احنا نصبغها مم. كتير جدا، من التاتو يعني اولهم. ده بيقبل الصبغة، امم هنا بقى يقبل الصبغة. ده يقبل اه. ونعالجه. يعني يعني هنا التاتو اول ما طلع، مم. التاتو كان بيطلع حاجه اسمها دق وشم. أي. الدق فبتتعمل كده وخلص يعني ده الموضوع. استخدام إيجابي أو للحاجة اول اللي إحنا بنقول بلاشها. اللي احنا معلش، بنقولها هنا مضطرين صح. بيعالج مشكلة. بس دي عشان اه. نعالج المشكله وتبقى الدنيا ماشيه كويس. ساعات كتير اه. يطلع لهم بطشه وبطشه واحده مم. في حته كده، وسبحان الله ما تطلعش حاجه جنبها ويهدى. مم. ساعات كتير جدا العيان يقول لما حصل لي ستريس او بعد الحروب ولا بتاع كده، دي انا خدتها بعد الحروب. لكن النوع اللي هو ستريس وفك من الاستريس ما تجيلوش تاني، مم. تفضل كده لحظي. وخلاص. اه. هديت. يعني ايه اللي هديت؟ بعكس اللي بتمتد. التنمر اللي انت بتقوله ده يا هشام عيبه ايه؟ مم. انه ممكن من كتر مضايقته نلاقي الحكايه عماله تزيد، أي. عماله تزيد. لكن بيتبسطوا قوي حبايبي لما نلاقيهم خفوا خالص. ربنا يمن على الجميع بالشفاء والله والعافية. بنلاقي رجله والبتاع بنعمل لهم اللي هم الاكزايمر دي. لكن مم. هو بياخد وقت. يعني ايه بياخد وقت؟ بياخد وقت. معلش عشان برضو الناس تكون عارفة، احنا مكملين يعني مش بنتوقف. وبياخد له مثلا، حضرتك قلت لي على الأقل سنتين ثلاثة. يعني كذا شهر الاول. اه. يعني هنقول 6 اشهر الاول، مم. وبعدين بقول ما احنا عشان لحضرتك كده بنقول ما نتوقفش عن العلاج. لا، ده بيمشي. ما انا عندي طيب. كمان يا دكتور عاصم، برضو حد بيسأل على صفحتنا على السوشيال ميديا، بيقول لو سمحت يا دكتور، انا بنتي عندها بهاق في الوجه، وابتدى يزيد في الجسم، مم. فهي برضو بتقول اعمل ايه؟ ده اكتف. عايزين ناخد اه. الكلمه الجديده النهارده. نشط. اكتف، نشط. البهاء النشط ده ضروري هتاخد كورتيزون عشان توقفه. ودي اللي من الاستخدامات اللي انا دايما اقول لكم بلاش كورتيزون. كورتيزون كريمات ولا لا، اقراص. اقراص؟ خميس وجمعه بس. اه. لما بنديها خميس وجمعه الاكتيفيتي بتقف. يعني ايه بتقف؟ يعني اوعى حد ينسى يا جماعه ال3 امراض اللي انا دايما اقول لكم اصعب 3 امراض. ثعلبة، صدفية هبتديهم بالاصعب على الاطلاق، اللي هو البهاء. مم. 2 ريزيستن، كمان نحط قبليه كمان عشان مقاومة. 2 الصدفيه. 3 الصدفيه طبعا مليانه ابحاث وكده والبيولوجيكس. وانا قلت لكم ان البيولوجيكس ديت ابتدت تخفف ناس كتير ونزلت سيميليتور. والحكومه انا دايما بقولها مبسوط منه لان الحكومه مم. بتصرف الحقنه ببلاش. مم. يعني حقنه 18,000 وبتاع بتصرفها ببلاش، مم. ببلاش حضرتك خالص. قلت في علاج كمان مماثل وبسعر اقل بكتير. توم. اه. الفلوس التوم. وبنفس الفعالية. هو ده يعني طبعا مش عارف انا، اصل انتوا عشان بتمنعوني ان انا اقول الاسامي. انما هو سيميليتور. مم. اللي هو السيميليتور ده بيسموها بايو سيميلر. مم. يعني ايه بايو سيميلر؟ زي العلاج البيولوجي، شبيه له، انما نفس الاكتيفيتي وديت في حد ذاتها. لا، وايه الالم عامل زي بتاع السكر كده، مم. كده خلاص، ثانيه واحده، ثانيه واحده خلص الموضوع. فالعيان بيتعلمها خالص. انما العلاجات دي بتضيع خالص الصدر. تالت حاجه اوعى حد ينسى ان الثعلبه لئيمه. الماكرة. الماكره. فهم الثلاث امراض دول مم. يعني لؤمهم فوق مستوانا كبشر. يعني فوق مستوى لاقيه. يعني ال3 امراض دول
برضو اللي خفت من البهاء زي ما بنقول مم. عينه، انت عينك على ابنك او بنتك، ما تاخدش حاجه تفتح. هعيد تاني، ما تاخدش حاجه تفتح الجلد ابدا طول عمرها. مم. يعني ايه؟ احط ده مدى مثلا الحياة خالص. برون. كلمه برون دي عايز احفظها لهم. يعني ايه برون؟ عنده استعداد ليه. طب السيدات اللي بتستخدم مكياجات بقى، خلينا نقول واحدة تعافت وبقت كويسة الحمد لله تستخدم مكياجات ما فيهاش حاجه، عادي. عادي خالص. اه ميك اب، والميك اب ريموفال بتاعها يكون يعني وايبس. كويس، وايبس كده وانتهى الموضوع. اه ليه الميك اب التانية الكريمات؟ وانا المره الجايه برضو ان شاء الله هجيب لكم، يعني هوريكم انها بقى علم، بقى علم جامد كبير جدا، اللي هو الكاموفلاج. بقول لك بتوع الفنون الجميله وبتوع السينما يعني كنت عايزيني اروح ادي محاضره على هناك عندهم في معهد السينما على الكاموفلاج. لان الكاموفلاج ده مش كده بس. يعني انت من ايام محمود المليجي يا هشام، اه لما كنت عايزين نطلع واحد شرير نخبطه هنا حته بشلة. بشله بالكاموفلاج. اه يعني من قبل محمود المليجي مع شويه اضاءه كده كده اه خلاص بقى يما وتجيبه وبتاع. كده من تحت لفوق من بتصوير تحت وبتاع. لفوق، من تحت لفوق. مفهوم للشر. هو ده صح يا بتاع سيستوني. الشر. يعني اللي هو قعد يدرس فيها سنة تالتة ولا سقط فيها ولا اه بتاع، لغاية ما عرف ان في حاجة اسمها الماء. فكل دول كل اللي انا عمال احكيه ده اللي هو الكاموفلاج. الكاموفلاج دي كتب، لان نمرة واحد ضروري نفس اللون، نمرة اتنين وتلاتة واربعة غير نفس اللون تتشال بصعوبة او بسهولة. وده مهم. بس اوعى حد لما يجي هو عنده استعداد. وفي نوع هنبقى نتكلم عليه اللي هو سبحان الله بيخف لوحده، بوتشا كده وجواها حسنه، بوتشا بيضه يعني، ودي اسمها هيلو نيفاس. دي بنلاقيها بتروح لوحدها. يعني الخففان بتاع وارد، اه خففان البهاء وارد، انما هنعيد تاني مره واثنين وثلاثه الكاموفلاج. طب دكتور قول لي، احنا ما اتكلمناش في الاسباب، انا فاضل لي حوالي 30 ثانيه. هو ليه اسبابه اصلا؟ الاجساء هي السبب المعلن. اه تعرف دايما في كل حاجه عندكم في اسباب المعلن معلنه واسباب خفيه. والاسباب خفيه. السبب المعلن ان في اجسام مضاده اه اتكونت انا اول كلمه قلتها ضد الخلايا الصبغيه. دي اسمها ايه بقى؟ ميلانوسايت. الخلايا دي عامله كده بتغذي، دي من عند ربنا برضو ملهاش بتاعت عند ربنا 30 خليه حواليها بتديها الصبغه. الوراثه مش موجوده في القصه صح؟ في نسبه، نسبه. بس انا اه مش عايز اقولها ليه. اه اصلا عشان دي هتقول له انت عندك كده مش هتجوزك وحاجات زي كده. احنا عايزين بس ان الامور كلها تكون ماشيه، وبس في النهايه بنقول من وازع الامانه العلميه. صح. وطبعا الوقت جري معاك سريعا والله يا انا دكتور عاصم. هعمل ايه؟ بس ان شاء الله الاسبوع الجاي. هنكمل السينما. لان الامثله اللي بيطلعوها في السينما احنا محتاجين هنا مش نحسنها لهم، نعمل لها اويرنس اكتر. باذن الله على خير الاسبوع الجاي بقى نناقش القصه دي. بشكرك جدا يا دكتور عاصم. الله يخليك وطبعا يا شباب. بشكر مشاهدينا الكرام احبائنا في كل مكان اللي كانوا متابعينا على مدار الساعتين هم وقت حلقتنا. وباذن الله بكره القاكم وحلقه جديده ان شاء الله من صباحات مصر.